السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. علاج دمعة العين خلاص يا شباب، مشاكل دمعة العين انتهت. يعني العلاج ده بقالي فترة شغال عليه بفضل الله تعالى. هيقضي او هينهي تماما على مرض الميكوبلازما او مرض دمعة العين. حله بسيط جدا. النهاية يا شباب هقول لك ان احنا نستخدم حاجة اسمها دوكسي كوست، موجود في الصيدلية البشري. بيجيب من اول مرة، والله العظيم الفرد ده كان اول امبارح عنده دمعة عين. الفرد ده تعالى كده، بصوا يا شباب، بصوا العين دي كانت سليمة، والعين دي بصوا في العين دي، ركزوا في العين دي كده شوية، هتلاقي يعني فيها آثار. تمام، مطرح العلاج. العين التانية ظاهرة خالص يا شباب. تمام، العين ديت كان لسه فاضل فيها آثار بسيطة وما اديتوش من العلاج الله مرة واحدة. عشان الناس اللي بتقول مرض الميكوبلازما أو دمعة العين، عندك حمام زينة، عندك حمام غزار، أي نوع حمام، العلاج ده يا شباب بيجيب في ثانية إلا ثانية. طيب تعالوا بقى هقول لك احنا بنستخدم العلاج ده ازاي، وازاي ان احنا نقضي على مرض دمعة العين نهائي. لكن قبل ما هقول لك هنستخدم العلاج ده ازاي، في ناس كانت بتسأل على الحمام اللي اهاليه طارت. طبعا كان عندنا شباب حمام الاهالي بتاعته طارت وسابته، الام خرجت وما رجعتش تاني. حضناه طبعا تحت حمام البلدي. عندك طبعا الحمام البلدي بينفع حضان لكل انواع الحمام. يعني الناس اللي بتقول لك الحمام البلدي ما ينفعش حضان، لا، الحمام البلدي حضان قوي جدا. دول الثلاث زغاليل يا شباب واخدين لبا واخدين اكل. ممكن الزغلول ده ما يكونش واخد لبا كويس اهوت يا جماعه الخير. النمو بتاعهم سريع والزغاليل زي الفل. ممكن تحضن ثلاث زغاليل تحت قص واحد. بص يا شباب، عايزكم وانت داخل الغيه كده، بص في الزغاليل، بص في الحويصله، شوف الزغاليل عندك نموها كويس ولا لا، وبناء عليه اتعامل مع الزغاليل. طبعا بنعمل لكم فيديوهات يوميا لمتابعه الزغاليل ونوريكم الانتاج بتاعنا مع بعض. ده الحصى ده يعني فاضل له يوم او اتنين. بصوا، لا بفضل الله، بصوا يا شباب، بفضل الله البيض ناقر اهوت. طيب لو عندي كبس، لو في عندي الاهالي بتكبس او في بيض بيكبس، قبل الفأس بيوم احط البيضه دي في الميه، حطها في ثانيه الا ثانيه، حطها في الميه واخرجها تاني لو عندك كبس. وممكن الكبس ده بيكون برضو بسبب نقص سعرات حراريه، يعني ما يكونش فيه سعرات حراريه في جسم النتايه كويس، فبنديها عسل اسمر. اهو يا جماعه الخير، اطمن كده على العشوش عندك. بكره لو البيضه اللي فيها ديت، بصوا ده لسه ما نقرتش، بكره البيضه ديت لو ما فقستش لازما اتدخل واخرج الزغلول يدوي. ممكن البيضه تقعد تنقر 24 ساعه عادي، عشان بس الناس اللي هي ممكن هي تتدخل، لا، بعد 24 ساعه ابدا ان انا اتدخل لو البيضه بتاعتي ما فقستش. دي زغلول لسه خارجه النهارده اهوت، ما شاء الله. ديت شباب زغاليل لسه خارجه النهارده. الاهالي عاطل لها لبه اهو. طيب لو الاهالي يا شباب مش بتدي لبه كويس، ودخلت لقيت ان الزغاليل ديت مش واخده لبه، بعمل ايه؟ بصوا يا جماعه الخير، تعالوا كده معايا، حط بس الزغاليل دي كده الاول، بسم الله ما شاء الله. لو الاهالي مش واخده لبه ممكن استخدم معاه الميكس. بصوا يا جماعه الخير، الواحد فيه ادويه قد ايه، يعني مش عايز اقول لك، ناقص ان واحد يجيب طفايه حريق معاه ويجيب شنطه اسعاف وهو داخل الحمام. تربيه الحمام يا جماعه ما عادتش زي زمان. يعني الموضوع النهارده بقى صعب بسبب الاعلاف اللي بنديها للحمام وبسبب الكلفه المتخزنه. ده شباب ميكس اهو. تمام، ميكس باكل الزغاليل بتاعتي يدوي. خرطوم من بتاع الجلوكوز ده بحطه في سرنجه، خرطوم ده بقطع منه حته كده وبحطه في سرنجه، اي سرنجه عندي، سرنجه زي كده مثلا، وببدا ان انا اكل الزغاليل ديت ايه، ببدا اكلها يدوي. ممكن استخدم الميكس او السريلاك، حتى اضعف الايمان ممكن استخدم البسكوت الساده. تمام كده يا شباب. طيب دي الزغاليل برضو اهي يا شباب، ما شاء الله، زغاليل كبيره في الحجم شويه. اطمن على الزغاليل، ابص في الحصله بتاعتهم كده، اكلين كويس زي الفل. مش اكلين كويس، الاعمار ديت ممكن ان انا اكلها حبوب، يعني ممكن شويه حبوب في ديه كده وافتح بق الزغلول واكلهم. طيب لو انا هذبحهم يبقى استخدم الزغاطه. الزغاطه يا شباب اهي، خليك مربي شاطر، خليك مربي واعي. دي الزغاطه يا جماعه الخير، هي عملها سهل جدا، سرنجه وحاططها في الغطا بتاع الازازه وبناكل يدوي. ده لو انا هذبحها باكلهم بالزغاطه، بحط لهم في الزغاطه علف وكسر عيش. يلا بينا بقى عشان ما نطولش الفيديو عليكم، نجيب فرد يا شباب ونقول لك احنا هنستخدم الديكسا كوست ازاي. ده موجود زي ما قلنا في الصيدليه البشري، والقطره دي طبعا
قطره ديكساترول هتحل لك المشكله نهائي بتاعه دمعه العين. بص يا شباب، ده الفرد اللي انا وريته لكم في اول الفيديو وقلت له عنده دمعه عين. بص يا شباب اهو، طبعا انا بنضف العين باي قطنه او اي حاجه بحيث ان ما يكونش فيه تجبنات في العين، ولكن هو الفرد بفضل الله تعالى انا استخدمت مره واحده الفرد شوفي تماما تماما تماما. طيب بعمل ايه يا جماعه الخير؟ ده يا شباب الدوكسي كوست اهو، ده شكل طبعا استخدمت منه اكتر من مره. بستخدم نص كبسوله اهوت يا جماعه مكان النص كبسوله الاخيره اهوت يا شباب، بستخدم نص كبسوله تمام كده اهوت يا شباب. بفتح طبعا فرد الحمام، بق فرد الحمام بالشكل ده اهوت يا جماعه. بفتح بق فرد الحمام اهوت وبديله نص الكبسوله عادي خالص، اتاكد ان الكبسوله نزلت من الفم اهوت يا شباب تمام كده. طيب اديله 3 ايام، 3 ايام هو اول يوم بفضل الله هيجيب معاك نتيجه، اول يوم هيجيب معاك نتيجه. باجي يا جماعه الخير عند العين اللي هي المصابه، باجي عند العين اللي هي المصابه بالشكل ده واجيب القطره بتاعتنا الديكساترول. طبعا كلنا عارفين القطره الديكساترول دي برضو موجوده في الصيدليه البشري، كلنا عارفين القطره الديكساترول وفي ناس بتستخدمها بقالها فترات كبيره. تمام يا رجاله؟ تمام. طيب بفتح فرد الحمام، عين فرد الحمام بالشكل ده، وببدا ان انا اديله نقطه في العين، نقطه واحده يا جماعه الخير اهو، مش عارف التصوير ظاهر اهوت يا جماعه، نقطة واحدة في العين اهو. ببدأ ماسك العين شوية كده اخلي الله اكبر ولا عزة الله. بصوا لو تلاحظوا في تجبن اهوت ظهر اهوت، في تجبن يا جماعة ظهر اهوت في جفن العين اهوت، انا بسحبه بايديا اهوت تمام كده. طيب ده بيعقم العين يا جماعة، ده مضاد حيوي قوي جدا. ممكن لو انا ما عنديش القطرة الديكساترول استخدم ايه؟ ميه البصل. ميه البصل يا جماعه، بجيب ميه البصل بعصرها في اي حاجه، ميه بصل بعصر ميه بصله وببدا ان انا برضو ممكن احطها في قطاره زي كده، والمهم ان انا انقط في فرد عين الحمام بالشكل ده. يبقى انا كده عالجت مرض الميكوبلازما او مرض دمعة العين، مش هتلاقي عندك مشاكل بعد كده باذن الله تعالى بمرض دمعة العين. وده يا جماعة اكتشاف جديد او علاج جديد محدش اتكلم عليه قبل كده، احدث العلاجات لاستخدام لمرض دمعة العين او مايكوبلازما اللي هو الدوكسي كوست. صدقني ان شاء الله هتلاقي نتيجة من اول مرة. اتمنى يا جماعة الخير الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، اتمنى يا شباب يكون الفيديو ده قدم لكم معلومة. ان شاء الله تعالى في فيديوهات قوية جدا على القناة، والناس اللي هي متابعاني لحد دلوقتي ومعايا لحد دلوقتي في الفيديو، انا بكتب اسامي الناس المميزه معايا على القناه، بكتب اسامي الناس المميزه معايا على القناه. فانت لو وصلت معايا لنهايه الفيديو اكتب لي اسمك ايه عشان اكتب اسمك في الناس المميزه. طبعا كتبنا احمد الشرقاوي واحمد العطار واحمد عمر واحمد الاشموني ومحمود سعد معانا في الناس المميزه اللي بتابعنا. اتمنى الشباب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير، السلام عليكم.